ده احلى خبر للاهلي النهارده ده ولا ايه؟ هقولك ايه هو، بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. بما اني عمري ما قلتلك حاجه تزعلك وقلتلك ان اللي جاي كله فرح باذن الله، اوعى تصدق اي اخبار اتقالت النهارده عن رحيل علي معلول. عارف ليه؟ علشان علي معلول مكمل، وهقولك بالاثبات يا غالي. اولا ابسط بقى يا عم، النادي الاهلي النهارده اتعاقد مع تريزيجيه لمدة 5 سنين يا غالي. يبدأوا من امتى؟ من نهاية الموسم الحالي. يعني تريزيجول هيلعب معانا كاس العالم للأندية يا غالي، وده طبعا هيخلينا نستغنى عن السويسري كوتيسا. عشان كده اتفضى مكان لأجنبي في قائمة النادي الأهلي. يبقى إذن زي ما قال أحمد شوبير، بإذن الله خلال يومين يا غالي هتسمع قيد علي معلول في قائمة النادي الأهلي. أما بقى بالنسبة للصفقة الأجنبية اللي فاضلة، وهي خلاص بتطبخ على نار هادية بين قلبي وقلبك أهلاوي. أشرف بن شرقي إن شاء الله أهلاوي، ودلوقتي محمد رمضان في قطر بيخلص المصلحة، وكلها برضو بكرة أو بعده بالكتير وتسمع أحلى تيك تاك وتشوف أشرف بن شرقي بتشيرت النادي الأهلي.